استعمال خطير لهاد الكسكاس هذا غادي يعوضك على عدة آلات وأدوات في المطبخ، واكتشفي معايا حيل وأفكار أخرى مدهشة في هاد الفيديو هذا. ما تمشي فين ويلا نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هاد الحصة جديدة، فيديو جديد وأفكار جديدة كنتمنى تستافدوا منها، وكنشكركم بزاف على المتابعة. ما تنسونيش بلايك والبارطاج، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. غنبداو بسم الله على بركة الله بأول حيلة وأول فكرة على القشور ديال الكروفيت. كما كتشوفوا معايا الا غسلتوه يعني احتفظوا بهم، بالاخص اللي كانت عندكم كميه كثيره ما تلوحوش بهم، نقيوهم وغسلوهم جيدا وغسلوهم بالحامض والخل وخليهم حتى يتسقطروا، وجيبوا واحد المول اللي كيدخل الفران صافي وكتوزعوهم فيه. انا هنايا غادي ندير جوج باش انهم بسرعه يتقرمشوا ليا، وغنقول لكم استعمالاتهم المدهشه. الغزالات خليكم معايا للاخر، باقي الافكار متنوعه. خليكم ما تنسونيش بلايك والبارطاج والتعليق ديالكم المحفزه. غادي نجيب واحد المول اخر وغادي نقسم هاد الكروفيت هذا وندخلو الفران. فاش غادي يتقرمش غنتلاقى معكم. ودابا بعد ما خرجتهم من الفران وجمعتو في هذا المول هذا صافي كتحصلوا عليه بهذا الشكل هذا، يعني كيولي يتفرست هكا في يديكم يعني ما شاء الله، يعني بسرعه كيتطحن. راه رائع. هاد القشور هادو ديال الكروفيت عندهم بزاف ديال الاستعمالات غادي يفيدكم باذن الله. غنذكر لكم بعض الاستعمالات. صافي كنطحنهم هنايا. دابا فاش غنطحنهم غنقول لكم الاستعمالات ديالهم. انكم فاش بغيتو ديروا اي شوربه واي حساء بغيتو المذاق ديال الكروفيت يعني كيعطيكم واحد اللذه خطيره، كديروا واحد المعلقه صغيره اولا على حسب الكميه اللي درتو. المهم ممكن تنكهوا به البسطيله، ممكن تنكهوا به اي حاجه المملحات ديالكم اللي بغيتو يكونوا فيهم الكروفيت. المهم هاد الكروفيت هذا بحال درتو يعني بحال تكون عندكم واحد اللذه خطيره، بحال شكل بحال صايبتو زعما كنور في البيت ديال الكروفيت يعني. خطير هاد المذاق ديالو وتيفيدكم باذن الله، واستفدوا منه يعني بلا ما تلوحوا بلا ما تضيعوه. غادي فين ما درتو شي طبقه كتحتاجوا المذاق ديال الكروفيت، بالاخص واخا ديروا غير شوربه ديال الدجاج وديروا معلقه من هاد المطحون هذا كيعطيكم واحد اللذه هائله. يعني استفدوا منه ما تضيعوش، وكتحتفظوا به يعني بعد ما غنطحنوا انا كامل كتجيبوا واحد القاروره تكون ناشفه وكتحتفظوا به غير خارج الثلاجه، ولا بغيتو يبقى عندكم مده اطول كديروه من طبيعه الحال في الثلاجه لتحت، يعني بحال جميع التوابل. رائع هاد المطحون هذا ديال هاد القشور. ما تلوحوش بهم ما تضيعوهمش، استغلوهم واستفدوا منهم، راه بسرعه كيوجد. وغادي تشوفوا دابا غنكملوا انا وغنحتفظ به فهاد القاروره هذه باش ما نطولش عليكم فيديو. غندوزو لباقي الحيل وباقي الافكار. خليكم فيديو مليء بالافكار اللي غتفيدكم باذن الله وتسهل لكم حياتكم اليوميه. غندوزو لواحد الخلطه رهيبه. اللي عنده مشكل مع الملابس ما كيخرجوش ليه فاش كيوضعهم في لا ماشين، كيبقاو الطبايع وتيبقاو يعني ما كيتغسلوش مزيان، سواء ملونين اولا بيضين اولا مهم اي نوع ديال الملابس درتو. كديروا واحد الخلطه اللي غنتقاسمها معكم دابا. وفاش كتلوحوا الملابس ديالكم بهذا الشكل هذا في لا ماشين كتبقاو ترشوهم بهذه الطريقه هذه، كلهم كيخرجوا كيشعلوا معطرين ومنظفين وما تيبقاوش فيهم البقع. ولكن الا تبعتوا هذه الطريقه هذه وهاد الخلطه اللي غنتقاسم معكم دابا، انا هنا درتهم لكم في بانيون، نتوما ديروا بحال الشكل لحتهم لكم في لا ماشين كل جوج قطع 3 رشوا بيناتهم. دابا غندوزو باش نتعرفوا على الخلطه السحريه ديالنا اللي كتلعب 3 الادوار، كتعطر وكتنظف وكتحيد كذلك البقع. المكونات ديالها انكم كديروا الكميه من المسحوق ديال التصبين. انا هنا دايره اريال، وهاد الطريقه هذه راه تفيد حتى في الجوارب. وغندير واحد على حسب الكميه. انا هنايا حيت كميه قليله غندير غير معلقه ديال بيكربونات الصوديوم. نتوما ضاعفتوا المقادير بطبيعه الحال، كثرتوا غتضاعفوا. واحد الخماره حمراء. هاد الخلطه غير اعتمدوها يعني راها كتعطيكم واحد الفعاليه. جربوها وخلطوها مع التيد مع المسحوق باش كتصبنوا. صافي بعد ما درت دابا خميره ديال الحلويات غندير واحد القرص من هذا ديال اما اسبرو اولا دوليبران كنحكو. انا هنايا درت غير نصف لان عندي كميه قليله. وغتجيبوا اي نوع ديال شي صابونيه عندكم مع الطراس وديال الخزامه اولا ديال الورد اولا المهم اللي كان عندكم كتحكوا حتى هي منها واحد الكميه، ما تكثروش منها بزاف. راه الصابوني الا كثرتو منه بزاف كيخرج لكم على لا ماشين يعني. قلوه. حنا بغينا هنايا غير الرائحه والفعاليه ديالها. شويه ديال الصابون المنجل حتى هو ما تكثروش منه. على حساب الكميه ديروا كميه كثيره ديال المسحوق. صافي هذه هي الخلطه ديالنا. في الاخير كنزيد لها واحد المعطر ديال الملابس من طبيعه الحال اللي كيعطينا واحد التعطير خطير، وكتولي الخلطه ديالنا فعاله. يعني جربوها وردوا عليا. راه ديجا تقاسمت معكم هاد النتيجه على الجوارب اللي كتعطي واحد النتيجه اللي هي مبهره. الفيديو قبل من هذا كنتمنى فعلا هاد الفكره تفيدكم. غندوزو الاستعمال الرائع لهاد الكسكس هذا اللي عنده بزاف ديال الاستعمالات، ولكن اهم استعمال فيه وهو البغرير. يعني بزاف ديال الاخوات هكا بالاخص جداد اللي ما شافوش معايا هاد النصيحه هذه، مرحبا بهم في القناه. كتجيبوا الكسكس ديالكم يعني فاش كطيبوا البغرير وكيبرد لكم اولا كيبات ما عليكم الا
على انكم تجيبوا الكسكاس، يعني الا سخنتوه في المقله كيقصح، سخنتوه في الفران كيلصق، يعني فين ما درتوه مشكله. يعني الا بغيتو ترجعوا ليه ديك الطراوه ديالو بحال اللي يلاه طيبتوه، كتاخذوا الكسكاس وكدهنوه. ممكن ديروا الكسكاس الكبيره البنات، انا هنايا جبت لكم غير ديال الطنجره، كدهنوه بشويه ديال الزيت وكتوضعوه على اي انيه تكون كبيره عليه شويه فيها شويه الماء صافي. راه ما كيتعجن ما حتى شي حاجه البنات، غير ما تغفلوش عليه، غير مجرد ما يطلع البخار كتحطوه فوق واحد المنديل صافي، راه كيسخن بواحد الطريقه رائعه. ممكن تسخنوا الا كان كسكاس كبير ديروا 3 4 دفعه واحده، يعني راهم كيسخنوا ما شاء الله. ديجا تقاسمت معكم في واحد رمضان، يعني بالنسبه للكسكاس الكبير هذه الفكره هذه كنقترحها على المتتبعين ديالي الجدد اما القدام ما شاء الله راهم عارفينها. كنتمنى فعلا هذه الفكره هذه انها تفيدكم. هذا الكسكاس هذا ممكن تسخنوا فيه بزاف ديال الاشياء، الخبز القاصح، المسمن القاصح، المسمن ديال التريت او ديال الرفيصه، لي بات اللي ما كنلقاو مشكل الا بردات ولا سخنتوها كتعجن، شي حاجه مشويه، دجاج مشوي، لحم مشوي، يعني بغيتو هي رطاب في نفس الوقت ويسخن ما شاء الله. راه البغريره تقاسمت معكم هاد البغرير ديال الشهده في القناه، اللي بغاه مرحبا به. يعني عند الكسكاس عنده بزاف ديال الاستعمالات، وطيبت لكم به الكيكه كتفرشوا بابي كويسون، اولا ممكن الحاجه اللي خفتوها تقيسها لكم الرطوبه تديروا بابي كويسون وكتسخنوا اي حاجه بغيتوها. وحتى الكيكه راه تقاسمتها معكم في القناه. كنتمنى فعلا هاد الافكار تفيدكم فعلا فعلا. هاد التسخين هذا ديال البغرير خطير، جربوه وردوا عليا. الغزالات باقين افكار، ما تنسونيش بلايك والتشجيعات ديالكم المحفزه والتعاليق ديالكم كذلك علاش لا، وديروا لايك للفيديو باش يطلع باذن الله. صافي دابا بعد ما شفتوا معايا هاد التسخين هذا ديال البغرير، راه قلت لكم عنده بزاف ديال الاستعمالات ديجا تقاسمتهم معكم في القناه، ولكن البغرير الصراحه راه كيجي طري ورائع. دابا غادي ندوزو لباقي الافكار. بالنسبه لهاد الكسكاس هذا كما شفتوا معايا، راه هاد الفكره ممكن تطبقوها حتى على الكسكاس الكبير او لا الكسكاس الصغير كاع على هذا، يعني كلهم كيفيدوا. استغليناهم في بزاف ديال الاشياء. ممكن تودعوا فيهم حتى الكيسان ديال الريب، ممكن تودعوا فيهم حتى الكيسان ديال كاب كيك، راه طيبت معكم كيسان ديال كاب كيك بالكسكاس. المهم عنده بزاف ديال الافكار. دابا غندوزو لباقي الافكار، وهو الى جا لقيتو مثلا هذا ديال الفرش اللي كيجي مع شي اله هكا اللي شريتوها ولا شي حاجه كيكون مفتوح ما تلوحوش به، غادي يفيدكم بزاف، بالاخص الا كانت عندكم شي قصريه هكا كتزلق اولا البلاطويات ما كتلقاوش فين تحطوهم. ما عليكم الا تستفون في هذا المنظم العجيب اللي تنسميه انا منظم بزيرو درهم، يعني غير الاشياء اللي حنايا كنا غنلوحوه ولكن غنستغلوه. ممكن انكم ديروا فيه يعني اي حاجه خفتوا عليها تزلق ولا ما كتوقفش لكم. وكذلك ممكن ديروا فيه هذوك القطاعات عفوا اللي كانوا عندكم كسار او القرادات، ممكن انكم ديروا فيه اي حاجه اللي ممكن ديروا فيه المقالي، المهم اي حاجه اللي ممكن ان تدخل فيه وتبقى منظمه ومجموعه. الغزالات هنا كيكون الفيديو ديالنا سالا، وكنتمنى هاد الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلبكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. ما تنساوش تقولوا لي شكون هي الفكره اللي عجبتكم، وما تنسونيش من تشجيعاتكم وللمزيد من الحيل والافكار اللي تسهل عليكم حياتكم اليوميه، ووصفات سهله وسريعه ومجربه. مرحبا بكم في القناه، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد، والى حصه قادمه باذن الله. مع السلامه.